صور فضحت أكثر مما يجب. كشف كلمة المرور. الأمير ويليام هو كذلك طيار إنقاذ في القوات الجوية الملكية البريطانية، الرجل الثاني على لائحة ولاية العرش البريطاني. اضطر إلى حذف عدة صور سبق أن نشرها على موقعه الخاص، كان قد التقطها عندما كان يزاول مهامه في مكتبه، بعد أن تبين أنها كشفت اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام المعلوماتي للقوات الجوية الملكية. المتحدث باسم وزارة الدفاع صرح بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، وبأن الخطأ لم تنتج عنه أي مشاكل إضافية. تعاطي المخدرات. راشيل ستيرينغر أم في 19 من عمرها تعرضت للاعتقال بعد أن نشرت على الفيسبوك صورة لابنها الرضيع يبدو وكأنه يدخن من نرجيلة. الصورة التي انتشرت على الموقع وقعت في النهاية بين أيدي وسائل الإعلام والسلطات. الأم ورغم زعمها بأن التقاط الصورة كان بغرض المزاح فقط، واجهت تهمة تعاطي المخدرات وسوء معاملة الأطفال. فضيحة على الهواء. المذيعة كريس باث كانت تقدم النشرة الإخبارية على القناة السابعة البريطانية رفقة زميلها مارتن لاكوس الذي تبعها لتقديم النشرة الاقتصادية مباشرة من مكان تواجده بمقر بنك ماكواري. خلال هذا البث ظهر في الخلفية موظف بالبنك يقوم بأعمال خارجة عن نطاق عمله. الموظف ديفيد كيلي كان مشغولا بمشاهدة صور مخلة بالآداب على شاشة الحاسوب، وعلى ما يبدو فإنه لم يفطن بأنه كان داخل زاوية التصوير إلا بعد فوات الأوان. رغم افتضاح أمره إلا أن مسؤولي البنك لم يتخذوا في حقه أي إجراءات واحتفظ بمنصبه. سولجا بوي. أندري كورتيز المشهور بلقب سولجا بوي هو مغني راب وممثل أمريكي. حققت أغنيته كرانك ذات التي أصدرها سنة 2007 نجاحا واسعا، واستطاعت أن تحقق له النجومية التي حلم بها، غير أنه ذات مرة أراد أن يتفاخر عبر نشر صورة له على أحد المواقع يظهر فيها ممسكا برزمة من النقود. الرجل لم يلاحظ أن الصورة التي سينشرها ستفضحه، وبأن حقيقة الرزمة كانت واضحة، وأنها لم تكن سوى أوراق بيضاء بأوراق نقدية من الأعلى ومن الأسفل فقط. الخيانة الزوجية. امرأة تدعى تشيلسي سافرت بعيدا عن منزلها وعن زوجها في رحلة عمل، وخلال ليلة مبيتها بأحد الفنادق أرادت أن ترسل لزوجها صورا لها عبر سناب شات. إحدى هذه الصور التي وصلت للزوج أظهرت حقيقة مرة أدت إلى إنهاء علاقتهما الزوجية، وهي خيانة تشيلسي لزوجها بعد أن لاحظ هذا الأخير في خلفية الصورة حذاء رجل غريب تحت التلفاز. الاثنان تبادلا رسائل الاتهام والإنكار تلك الليلة، ولكن الزوج قرر في النهاية إنهاء العلاقة وطلب الطلاق بواسطة المحامي بما أنه يملك الحجة الدامغة. مارك ديزون. بفضل الفيسبوك ألقت الشرطة الفلبينية القبض على مارك ديزون، وهو مشتبه به في قتل 9 أشخاص خلال سلسلة من أعمال السطو المسلح والسرقة. إحدى متتبعات صفحته على نفس الموقع هي ابنة أحد ضحاياه، وتعرفت عليه من خلال الصور التي ينشرها. نفس الصور عرضت على شهود عيان آخرين تعرفوا عليه وأكدوا بأنه هو من هرب من مسرح الجريمة. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. هذه مواضيع أخرى قد تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.